بسم الله والابن والروح القدس إلهنا الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. الحد الخامس أحبائي من الخمسين المقدسة، ودي فترة مفرحة جدا، فترة من الفترات المفرحة بالنسبة لكل شعب ربنا في الكنيسة. الكنيسة بتعيش فترة الخمسين المقدسة دي وإحنا بننفذ كلمات العهد الجديد اللي قيلت على لسان القديس بولس الرسول في رسالته لأهل فيليبي: لي الحياة هي المسيح. فالكنيسة بتبين لنا أن قيامتنا، ده الحد القيامة يعني، هو المسيح، والحد اللي بعديه أن المسيح هو إيماننا، هو ده اللي احنا بنؤمن بيه ونتبعه. وناخد بعد كده الأسابيع بقى أن ربنا يسوع المسيح هو الشبع بتاعنا، ربنا يسوع المسيح هو الذي يعطينا الارتواء، ربنا يسوع المسيح هو نورنا في هذا العالم. ونيجي لحد الأسبوع الخامس زي ما حضراتكم سمعتوا فصل من إنجيل معلمنا يوحنا، حوار بين ربنا يسوع المسيح وبين توما وبعديه فيلبس، وربنا بيتعامل مع توما واقف قدامه، ولكن نلاقي إن توما يقول له: يا رب لسنا نعلم أين نذهب، فكيف نقدر أن نعرف الطريق؟ يا توما ده أنت الطريق نفسه واقف قدامك. لكن هي دي ربنا بيورينا ازاي ان الانسان ممكن يضعف، ازاي ان عدو الخير ممكن يحاول يتوه البشر عن الطريق حتى لو كانوا شايفين الطريق قدامهم وعارفينه. عشان كده محتاجين نحذر وناخد بالنا. يبقى قدامنا احبائي الحياة، وقدامنا الوصايا، وقدامنا الطريق وهو المسيح المؤدي للحياة. وتلاقي الناس بتسأل وهي مش عارفة طب نعمل ايه؟ ربنا النهاردة بيديك الإجابة الواضحة: أنا هو الطريق. عارفين حضراتكم مرة في مدرسة بتدي سن ابتدائي، فدخلت في الامتحان فلقت طالب من ضمن الطلبة شبه مش عارف يحل حاجة، فابتدت تسأله، قالت يعني حاول ان انا اساعده. فقالت له: حبيبي ايه اللي في الأسئلة صعب وانا احاول ابسطه لك؟ بس الولد كان عنده أمانة مع نفسه يعني. لا الحقيقة المشكلة مش في الأسئلة، هي المشكلة ان انا اللي ما عنديش اي إجابة. المشكلة ان انا اللي ما عنديش اي إجابة، انا اللي مش عارف. المشكلة مش في الأسئلة. عشان كده هو ربنا حدد أنه الطريق، بس احنا بقى المشكلة عندنا ان احنا اما بنستصعب الموضوع، او اما ان احنا مش عايزين نسلك، او اما زي ما بقول لكم ان عدو الخير نفسه بيحاول يتوهنا. خلي بالكم ربنا بيقولها لنا هنا صراحة. انتوا عارفين في العهد القديم كانت الناس بتتطلع دائما الى الله، بس كانوا يشوفوه ازاي؟ من خلال سحابة تظهر نهارا، ومن خلال عمود نار يظهر ليلا، من خلال ان ربنا لما يكلم موسى على الجبل يبقى فيه مجموعة من الرعود والبروق. هم كان كل طبعا دي كنا احنا بنسميها ايه؟ ظلال، لحد ما ربنا يأتي. الى ان اتى الله في العهد الجديد واخد طبيعة ناسوتية زينا، طبعا متحدة بلاهوته، فشفناه بقى فتعاملنا معاه. وده اللي خلى واحد من الناس اللي كانوا وثنيين يعني لما دخل المسيحية قال كده، قال: حلاوة المسيحية انك انت مش هتقعد تدور على ربنا، ده هو جه وتعامل معاك وتكلم معاك. اذا كانت المسيحية بتتكلم عن المحبة فاحنا شفناها في شخصه. اذا كانت المسيحية بتتكلم عن الستر فاحنا شفناها لما المسيح ستر المرأة اللي امسكت في ذات الفعل. إذا كانت المسيحية بتتكلم عن محبة الأعداء فده مش كلام، لأن المسيح على الصليب طلب المغفرة لصالبيه. ففي فرق شاسع إنك تسمع عن ربنا، وفرق تاني بقى في مسيحيتنا إنك تتعامل معاه. وهي دي كانت أعظم بركات التجسد، إن ربنا يجي ويتعامل معانا ونشوف ونتعامل معاه عن قرب. وزي ما بقول لكم ده اللي خلى ناس كتيرة جدا كانت يعني في العهد القديم يمكن أو بعد حتى العهد القديم تايهة لسه، وأول ما شافت شخص المسيح أو قرت عنه ابتدت إن هي تدخل إلى المسيحية. المشكلة أحبائي إن إحنا زي ما بقول لكم عندنا الحل قدامنا، وربنا بيقول لنا أنا هو الطريق، وإحنا مستصعبين الموضوع أو يعني مش شايفين. يحكى مرة إن في أحد الولايات الأمريكية كان في ناس لصوص يعني متخصصين في ان هم يسطوا على اي خزنه ويفتحوها. فمره لقوا في خزنه صلب،
وشكلها كبير، فقالوا دي اكيد فيها فلوس كتيرة جدا. فيقول لك كده ان هم قعدوا ساعات يحاولوا يفتحوا في الخزنة دي ويقشروا منها طبقات علشان يحاولوا يوصلوا. الموضوع كان بالنسبة لهم صعب جدا جدا. وفين وفين بعد ساعات طويلة لقوا الخزنة دي موجود جنبها ورقة مكتوب فيها ايه؟ ان الرقم السري بتاع الخزنة دي كذا. حقيقة يعني بعد تعب شديد ذهلوا. ليه؟ لأن الحل قدامهم وهم اللي عاملين ايه؟ وهم اللي تعبين نفسهم. هو ده دلوقتي حال الدنيا وحال العالم. الناس مش عايزة تقتنع ولا عايزة تؤمن ان الحل سهل وبسيط. الحل في شخص المسيح. شوف وتعامل معاه وامشي واسلك في وصاياه، هتلاقي نفسك وصلت للحياة. هي دي اهم حاجة. عشان كده السؤال التاني اللي نسأله لنفسنا، طب لما امشي ورا المسيح اعمل ايه؟ دايما كده لما واحد تقول له تعالى معايا نروح مشوار عن طريق البحر، يقول لك هنروح فين؟ اكيد يعني ده اول سؤال. فانت النهارده لما تسلك مع المسيح انت هتاخد الحاجة اللي محدش في الدنيا يقدر يديها لك، وهي وعد الله لينا بالايه؟ بالحياة الأبدية. طريق المسيح ده نهايته ايه؟ نهايته الحياة الأبدية. مين في العالم يقدر يديك ده؟ علشان كده احنا مشكلتنا ان سايبين الحياة الأبدية وعمالين نطلب من الله طلبات أرضية فقط. هو قال هتزاد لكم، بس اطلبوا أولا ايه؟ ملكوت الله وبره، لأن محدش في العالم هيعرف يديكوا ده، أنا بس اللي أقدر أديهولكم. أي شيء تاني حتى لو أنت خدته يعني يا إما مع الوقت هيضيع، يا إما لو الإنسان نفسه ساب الحياة وفارقها يبقى الشيء ده برضه فضل في الأرض. لكن الحياة الأبدية دي هي عطية الله لولاده. عشان كده لازم يكون كل أولاد الله هدفهم الأولاني هو إيه؟ الحياة الأبدية اللي ربنا وعدنا بيها. نهاية الطريق، أو هي مش نهاية بقى، هي بداية لحياة تانية عظيمة جدا مختلفة جدا عن كل حياة الأرض اللي احنا بنعيشها. عشان كده أحبائي هو الطريق. هو قال كده أنا هو الطريق، بس أنت دور عليه. في ناس يعني بتحاول في طرق وعايزة توصل والحياة قدامها وهي اللي مش عارفة تمشي مع ربنا. ليه؟ لأن شوية الشيطان بيشد والجسديات بتشد. عارفين مرة يقولوا لحضراتكم إيه؟ الناس اللي تعب نفسها تقول لك أنا مش فاهم الحياة. مرة يقولوا إن هم اللغة الهيروغليفية بتاعت القدماء المصريين زمان قعدوا لفترة كبيرة شايفينها على الجدران بس مش فاهمينها، مش قادرين يفهموا خباياها. والناس الفراعنة دول عايزين يقولوا إيه؟ لحد ما جه واحد من جنود نابليون بونابرت. الجندي ده هو اللي لقى الحجر بتاع رشيد ولقى مكتوب عليه اللغة الهيروغليفية دي ولغتين تانيين. هم كانوا عارفين اللغتين التانيين، أما ابتدوا يقارنوا فهموا اللغة الهيروغليفية، وبالتالي ابتدوا يفهموا كل اللغة اللي مكتوبة على الجدران دي وعرفوا اللغة الهيروغليفية دي معناها ايه. فاحنا نفس النظام، نصعب على نفسنا الحياة ونصعب على نفسنا نوصل السماء ازاي، واحنا عندنا الحل قدامنا ان احنا نسلك في طريق المسيح. خلي بالك ربنا حطك على اول الطريق اوريدي. حطنا عليه ازاي؟ اول ما جعلنا ابنائه وادانا ان احنا نتحد بيه. خلاص قال لك الطبيعة اللي فسدت دي كانت عائق امام الانسان انه يرجع يتمتع تاني في الحياة الابدية. ليه؟ ودي مشكلة بيعيشها ناس في العالم مش قادرين يفهموها. لازم اقعد افكر كده، هو ايه اللي خلى ادم طرد من الجنة؟ انه اخطأ، طبيعته حصل فيها مشكلة، اصبحت طبيعة فاسدة والناس كلها عايشة في العالم، والشر بقى اصعب من ايام ادم بمراحل. طب ازاي هنطلع تاني نعيش السماء بقى؟ نعيش في السماء هل بنفس الطبيعة الفاسدة؟ ما هو لو كنا ينفع نطلع بيها كان ربنا ساب آدم وخلاص، ما كانش الموضوع بقى فيه مشكلة. لكن بما ان ما تنفعش الطبيعة الفاسدة دي تبقى موجودة في الجنة وفي السماويات، عشان كده آدم طرد. يبقى لازم احنا اللي جينا من نسل آدم بنفس الطبيعة الفاسدة دي لازم يحصل لنا عملية إصلاح، عشان لما نقول له رب نطلع تاني السماء يقول لك تعالوا ما انتوا اتصلحتوا خلاص. هو ده يا احبائي اللي بيحصل فين؟ في المعمودية. طبيعة جديدة لما تتحد في المسيح تبقى جواه، فيبقى المسيح ماشي وانت فيه، فبالتالي يدخلك السماء. الموضوع بقى سهل. لكن لو ما تصلحتش الطبيعة دي هنطلع يبقى فين بقى العشم ولا فين الرغبة اللي عندنا ان احنا نطلع واحنا لسه زي ما احنا بطبيعتنا الفاسدة. عشان كده بقول لك ربنا حطك على اول الطريق لما اعطاك المعمودية. طب وطول ما احنا ماشيين بقى، اي واحد ماشي في طريق
تلاقي فيه اشارات او علامات بتساعده ان هو يمشي في الطريق الصح. خش يمين، خش شمال، خد الدوران زي ما احنا بنشوف كده. العلامات دي احبائي في طريق حياتنا للسماء هي الكنيسة والاسرار، هي دي اللي تديك الاشارة. ما هو في ناس وهي ماشيين عن الطريق عند الطريق بيحيدوا عن الطريق. ازاي؟ انسان ما نفذش وصايا ربنا، فابتدى كده يعتبر شخص حاد عن الطريق. كان هيغلط لو لحق وجه الكنيسة وتاب واعترف وتناول من جسد الله ودمه. ده الإنسان اللي بص على واحدة من الإشارات اللي على الطريق فتعادل طريقه تاني، فيكمل في السكة بتاعته إيه ويصل فعلا للحياة الأبدية. وخلي بالكوا دايما لما ربنا يقول أنا هو الحاجة يبقى مفيش غيره. بيقول لك أنا هو الحياة يبقى مفيش غيره الحياة. أنا هو الطريق يبقى هو الوحيد الطريق. ليه بقول لكم كده؟ لأن في ناس دلوقتي عايزة تقول لك يعني في كذا طريق لربنا، مش شرط المسيح بس. يعني ناس ليها مذاهب، بتوع البوذية شايفين ان الطريق لربنا هو البوذية، ومعتقدات كتيرة هندوسية وحاجات شبه دي كتير. يعني يقول لك كله هيوصل كله. المبدأ ده غلط. خلي بالكم لأن المبدأ ده ابتدى كمان يتنقل لبعض ناس عندنا. يقول لك لا لا مش مشكلة، أنا أي حد بيعتقد في أي حاجة في ربنا ان ربنا موجود هيوصل. الفكرة مش كده. الفكرة مش مجرد اعتقاد، الفكرة حياة. بقول لك المسيح قال كده أنا هو الطريق والحق والحياة. يبقى لازم تعيش حياتك على الأرض دي من خلال المسيح، من خلال تعليمه، من خلال وصاياه، من خلال المعمودية والطبيعة الجديدة اللي خدتها. كده أقدر أقول لك إنك هتوصل. الموضوع مش مجرد فكر كده وخلاص. تخيلوا حضراتكم كده لو أنا بسألك على أروح الحتة الفلانية منين، فأنت قلت لي امشي في الشرق، واحد تاني قال لي لا لا امشي في الغرب، واحد قال لي امشي في الشمال، والرابع قال لي امشي في الجنوب. عايز تيجي في الاخر تقول لي مش مشكله انت كده كده هتوصل. اوصل فين؟ ده كل اتجاه عكس التاني. عشان كده حلاوه ربنا ايه بقى؟ حلاوه ربنا ان هو مش وصف لك سكه، ما وصفلكش سكه. في بعض الناس عندها شويه تعليمات عن ربنا ووصف، ولذلك هم مش قادرين يفهموه صح. يعني تخيلوا كده لو سالت واحد لو سمحت اروح فين في العنوان الفلاني، وابتدى يقول لي بص انت عدي 4 عمارات وبعد كده خش يمين في شمال في دوران في، يعني قصه طويله. شرح لي العنوان قصه طويله. انا متهيألي ان انا بعد ما اعدي الاول 4 عمارات نسيت هو قال لي ايه، اتلخبطت. لكن تخيل واحد بقى تاني قال لك ايه، تعال انا اوصلك للحته اللي انت عايزها. ساعتها مش هتشيل الهم ولا هتقعد تفكر. ليه؟ لانك معتمد على اللي ماشي معاك. اصبح هو ده طريقك، بقى هو الشخص ده اللي بيدلك، ده هو ده الطريق. منين ما هو يمشي انت ماشي وراه وانت واثق انه هيوصلك. هو ده احبائي ما فعله لنا المسيح. اختم بس بحاجه بسيطه، ان في امثله مشيت من خلال المسيح ووصلت. قبل المسيح كانت بتدور على طرق وما عرفتش توصل. واحد زي زكا العشار ده كان انسان صعب جدا. كان فاكر ان الحياه عيشها بالطول وبالعرض وبالمال وان انا اتعامل مع الدوله الرومانيه وان انا اجهد الناس في ضرائب علشان اعيش شخص ليا كرامه. هو ده طريقته في الحياه. ولكنه بعد فتره اكتشف ايه؟ ان ده طريق مزيف. خد الفلوس وخد المنصب وما بقاش عشار بس، ده بقى رئيس العشارين. لكن بعد كده اكتشف ان مش هي دي الحياه. فابتدى يبحث عن يسوع لما عرف انه معدي. واول ما ربنا قال له اسرع وانزل يا زكا، اسرع ونزل واكتشف الطريق. عشان كده اول ما اكتشفه بقى قال له يا رب بما معناه يعني الطريق المال اللي كنت ماشي فيه وفكري هو ده الطريق بتاع الحياه الحلوه، طلع مش هو. فعشان كده انا ايه؟ من اغتصبته شيء هرجع له 4 أضعاف. ده يبقى غلبان اللي يفتكر ان هو الطريق بتاع المال ده هو ده الطريق. مش عايز. انا اكتشفت الطريق احلى من كده بكتير، هو ده المؤدي للحياه. المرأة الثانية اللي هي المرأة اللي كانت نازفة الدم. كتاب مقدس كده يقول لك عن المرأة دي في إنجيل معلمنا مرقس إصحاح 5، يقول لك أنها تألمت كثيرا من أطباء كثيرين. يعني أطرقت باب العلم. الناس دول أطباء خففوني، شوفوا إيه الوضع. ما عرفوش. يقول لك كده وأنفقت كل ما عندها ولم تنفع شيء، بل صارت إلى حال أردأ. اعتمدت على الطب ما حلهاش المشكلة. صرفت كل فلوسها واعتمدت على المال ان هو يصلح لها المشكلة اللي عندها، برضه ما حلهاش المشكلة.
فقالت خلاص هو مفيش غير طريق واحد. ومن حساسيتها ومن إيمانها القوي قالت بس أنا مجرد ألمس هد ثوب أنا كده وصلت له، مشيت في طريقه، خدت منه أو هاخد منه قوة. عشان كده فعلا أول ما لمسته يقول لك كتاب مقدس يقول إيه؟ فجف ينبوع دمها. خلاص في الحال. ليه؟ لأن هي عرفت الطريق الصح. وأمثلة كتيرة هتلاقي برضو المرأة اللي أمسكت في ذات الفعل دي تقول لك أنا المسيح كان هو طريقي للغفران، أما قال لي اذهبي ولا تخطئي أو مغفورة لك خطاياك، بقى هو طريق للغفران. محدش تاني قال لي الكلمة دي. بقى المسيح طريقي للكرامة. أصل أنا كنت إنسانة متهانة وجابوني رموني وش في الأرض مش عارف أرفعه، لقيت في طريق المسيح الكرامة، ولقيت في طريق المسيح الغفران، ولقيت في طريق المسيح احترامي لنفسي. كل ده خدته لما سلكت في طريق المسيح. ربنا حبا يعطينا أن إلهنا الذي وضعنا على بداية الطريق وادانا أن هو يكون قائد حياتنا وطريقنا إلى الأبدية، يعيننا لكما نكمل طريقنا بقى اللي احنا محتاجين نجاهد فيه ومحتاجين نتمسك فيه بالوصايا. يعني ببساطة خالص كده بص على المسيح واعمل زيه، هتلاقي نفسك وصلت للنهاية المفرحة. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. أمين.